عارف يا استاذ علي، جاي تجديد بسم الله بالدنيا وما فيها، بالدنيا وما فيها، بالدنيا وما فيها والله العظيم. بالله عليك ما تبكي، ده دموع غالية عليا والله. انا تمنيت ان اشوفك والله متابعاك عن انسان. والله كان نفسي اطلع عمره بس ربنا ما ارادش، ما ارادش. المرض انتشر عندي في العمود الفقري السرطان، وشلت صدري وفي الحوض. يا ريت نفسي والموت هناك تدفنوني جنب سيدنا محمد. انا مش عايزه حاجه من الدنيا. الحمد لله، الحمد لله، راضيه يا رب بقضائك من جوايا مش كلام. والحمد لله اي حاجه بتتعثر بتتيسر بإرادة ربنا. هذا البرنامج برعاية استاذ علي ان يجي يزورني انا دي كبيره، متابعاك من زمان. الخير اللي بتعمله ده ربنا يجعله لك في ميزان حسناتك ويشفيك. انا مش مصدقه، معقوله انا جبتوني انا؟ سبحان الله، الله يبارك لك يا استاذ علي ويكفيك شر طريقك، والاستاذ احمد خالد يرضيك ويكفيك شر طريقكم يا رب. مكتوب ان انت تجيني والله العظيم، مكتوب. الله يديك الصحة والعافية، انت انسان بمعنى الانسانية. كفاية طيبتك، كفاية انك بتحس بالناس الغلابة. الله يرضيك. بص جبر الخواطر، الكلمة الطيبة والله يتبني لك بعد الشر عليك بعد عمر طول بيت في الجنة. انا جاي النهارده اسالك سؤال عشان لو كسبتي يعني تكسبي معانا واللي انت عايزاه نحققهولك. انا عايزة حاجة. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. والله عايزاش حاجة من هالدنيا. والله كان نفسي أطلع عمرة بس ربنا ما أرادش، ما أرادش. المرض انتشر عندي في العمود الفقري السرطان، وشلت صدري وفي الحوض، وحاليا ردني تاني. أنا كنت بقاوم المرض بس أنا طلبت، كنت نفسي أروح عمرة وربنا لسه ما كتبهاليش. يا ريت نفسي والموت هناك تدفنوني جنب سيدنا محمد. أنا مش عايزة حاجة من الدنيا. الحمد لله، الحمد لله. نفسي مش عايزة غيرها، والله ما عايزة غيرها، مش عايزة حاجة من الدنيا خالص، والله ما عايزة حاجة. الحمد لله، الحمد لله. اللي ما خدتهوش في الدنيا أخده في الآخرة. حتى لما أبكي وأزعل أطبطب على إيدي واقول ربنا هيعوضك. حتى لما بشكشك في المعهد ويشكوني في رجلي وفي رقبتي وفي كل حته بقول الحمد لله، الحمد لله. ربنا بيقف معايا، وكل المعهد بيحبني، معهد الاوراق، ومؤمنه بالله ومحتسبه عند ربنا انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب. الراجل الطيب ده جاني ساعه ما جتني كورونا، وجاب لي جهاز سكر عشان جاني سكر وجاني القلب وجاتني جلطه، والحمد لله مش معترضة. لا، ده إذا أحب عبد ابتلاه، فإذا اشتد حبي ليه فزدته. فأنا راضية بقضاء، مش عايزة حاجة من الدنيا. بس أنا يعني تقبل مني حاجة بسيطة. كل سنة وأنت طيب. دي احلى هديه في الدنيا. جايبه لنا سبحه هديه، دي احلى حاجه في الدنيا. ايه جديدة مش جديدة، دي تسبح بيها وتفتكرني. إن كان لي أجل ربنا يشفى، وربنا لا ده الموت علينا حق. تنسينيش تدعي لي، ربنا يكفيك شر طريقك ويشفيك ويعافيك ويجعل لك في كل خطوة سلامة ويبارك لك يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد ده أخويا الصغير، يعني مهما قلت ومهما وصفت يعني أنا بعزك يا أستاذ علي، لأن أنت بدأت من الصفر زي حالاتنا كده. ربنا يرضيك يا رب، يكفي يا رب. ده مش معترضة، حرام عشان ما تضيعش ثوابي. المبتلين الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل. الحمد لله. يعني أنا
يعني الحمد لله. وانا كنت اخد الجرعات لوحدي، رحت الاقصر ومصر واقاوم، اقول يا بنتي ربنا معاك، ربنا معايا، يحبب فيك طوب الخير، ويحبب فيك طريق كل يوم وانت ماشي في الطريق، ويستر طريقكم ويكفيكم شر المرض. احنا اي حد جميل بنزوره زي كده لازم نساله سؤال، ولو جاوب بيكسب معانا. اتفضل استاذ، اتفضل اتفضل. جاهزة الحمد لله. مين ابو الانبياء؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام. ايوه سيدنا مين؟ ابراهيم عليه السلام. الف الف مبروك، كسبتي معانا. بس انا متاخده، يعني الحمد لله. انا خريجة ازهر يا استاذ علي، والله يا استاذ علي. الله يرضيك، الله يكفيك شر المرض. والله ما عايزه حاجه، والله ما عايزه حاجه من الدنيا. جايتكم دي بالدنيا وما فيها. القناعه مش في الفلوس والكلام ده، لا، القناعه كنز من عند الرحمن وساترها الرحمن. الحمد لله على كل شيء، بيرزق الدودة في الحجر، وكل واحد بيديه ابتلاء شكل، بس اللي يصبر ويحتسب يدخل الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب. عندي سرطان منتشر، الأول في الثدي شالوه، عندي في العمود الفقري عشان كده مش بقدر أقوم، عندي في الحوض لي 4 سنين كنت بقوم وأقعد دلوقتي ليا سنة. رجع لي المرض تاني، عاملة مسح ذري من شهر، رجع لي في إيدي دي العملية وفي الضلعة وفي المفصل. ده الحمد لله، الحمد لله. وراح جاني القلب، جاني السكر، كنت بموت، دخلت العناية بإرادة الرحمن، ربنا اللي بيشفي مش الطبيب. وجاتني جلطة ونقذها الرحمن، وعندي حساسية على صدري من عمري 15 سنة باخد بخاخة. ده الحمد لله، الحمد لله. من حمدني فزدته، وأدخل يعني بعد عمر أو إحنا كلنا ليها. من اللي بيحمد ربنا بيتكتب له بص حاجات كتير حلوة. أستاذ علي متواضع وإنسان بمعنى الإنسانية، إنسان حسيس، إنسان بتحس باللي حواليك، يعليك في مقامك، ويبعد عنك ولاد الحرام، ويشفيك، ما يحطه أبدا في جسمك، ويبارك في أولادك ويا رب ويخليك وينجيك من كل شيء. عارف يا أستاذ علي، جاي تجديد أقسم بالله بالدنيا وما فيها، بالدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها والله العظيم. والله عليك ما تبكي، ده دموع غالية عليا والله. أنا تمنيت إن أشوفك والله، متابعاك لأن إنسان، يا الله يرضيك. عايز اقول للناس ان ما بنعرفش قيمة النعمة غير لما بنشوف مشاكل اهالينا واحتياجاتهم، ما بنعرفش ان احنا في نعمة غير لما بنشوف اهالينا. الست كل اللي عندها ده وبتقول الحمد لله، فاحنا نقول الحمد لله. احنا في نعم كتير قوي وربنا يشيل عنها يا رب. اعذروني وسامحوني، انا متأكد ان الحلقة دي مش هتخلص غير لما حد من اهالينا يتصل ويستجيب ويطلعها عمرة. يعني هي عايزة بس تعمل عمرة وتقابل ربنا سبحانه وتعالى وهي راضية بكل اللي جالها. السرطان بقالها سنين في الثدي وفي العمود الفقري، بتقولي الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. راضية يا رب بقضائك من جوايا مش كلام، والحمد لله. أي حاجة بتتعثر بتتيسر بإرادة ربنا.